سلام خبركم انت خاتلتي مربات دمص حفاش إيرترام نحجي فلي مربينا حزنا لكم قريبنا زلنا سنة من كتتال كبر بريزيدنت إسياس أفوركي عم بالعسر تحمشتوا على بريكس نمستاف نابدو بأفريقيا أبستوا عزول الأوان كم لامبرت إيبيوتوز أمثلوا بوليتيكينياتات تنتنتن ناي بان أفريكانيزم أنقاحتن حيالو صحفاتنا بمبتي أقربهم بان أفريكانيست لامبرت إيبيوتو كابزس فروت صحف تبجيسا أفريقيا كونكت أبزبل محبراو ميديا التنتف بمالت اتفلت إثيوبياويت أزراريباتهم بوغنا نايتزررب ترجم نابخم ناب كبرات سمعتنا أنه قربنا لكم على نام أتتحستو بريكس بمنطر بوليتيكاوي أكايدا إيرترا هاجرنا حزبان مرحتان بمتنتاني تداليوم ناتي ناب حزبي دولوب أفريقيا بلامبرت إيبيوتو زغربت صحف نزين بابو كمون ناتهم بتي كونيكت أفريقيا زبل محبراو الميديا زغربت على محتات نزيت خطاتلكم بفولي أدالينا قربنا لكم على نامو مكتتالكم بخبرنا حتت Welcome, Lambert. Thank you, Malet. As always, it's an honor to be connected. What do you think that President Isaias or Eritrea can bring to BRICS? And then also, what does Eritrea have more than other countries? What makes Eritrea favorable? Did not apply to be a member. What puts Eritrea in a better place in the event that it would want to join? Actually, that's how you frame the question, Malet. I would like to reframe the question and say, because I have argued that Eritrea might not even need to apply to join. I am of the opinion that they could actually invite Eritrea to join instead of applying to sending in a request to join. بلبي أمسكن حيال هاجرات نعبال النت ورقة أقربنا اللوام إيرترا كابزياتهم هيكونتن ورقة ونا أقربتن ولا بدرجة ورون إيرترا نبريكس نمت انبار دليت كم زلواون أي تسمعن كم تن كلن هاجرات أفريقيا تساتفتي مبل عصر تحمشتوا على بريكس نخونا كابدو بأفريقيا بصغر بلن عدم مسر الدمعة إيرترا حانتي كابتن تساتفتن مخان زبغعات نبوليتيكاوي أكايدا إيرترا ندحريت 3 عمتات تمرسنا مس نفتش أتا أكايدا من قصة إيرترا أزيو زقرميو نبريزيدنت إسياس عبدو بأفريقيا متيو مسراخو بلب تمسيت أبتس نبرا أكابابلا نتبعاتن جغننتن بريزيدنت إسياس أفوركي كنبب كإلم سبستان من قصة دو أفريقيا كساب كندي أبلعلي بريزيدنت إسياس أفوركي زنبرو من زسانحو من لعلا خبروت أدنقوت كبري زنان شمن بزيادة تردي أيوم كابزي بمبقاس دمائين هزبي دو أفريقيا أبزي صحفكو عنكت نستعذب كوو كي كاننكو كم زلوو زسفر كووم رقت يوم حيالو هاجرات نقبال النت بريكس زملكت قلب أغريبا اللوام كابقاتاتن أيونت هاجرات تقبال النت كم زرخباقنا أي فلتنان نزي مبقس بمقبار اتهم زملكتهم مرحت هاجرات بريكس بسفحو كم استزراربولون كم استميايطلون دفيرة كزارة بخقل نقبال النت بريكس زقلقل ممزنينت بتات كم زسرعون اي تراترن نزر وحيتات ايونت هاجرات عماليين ابال هاجرات نايتي كيدان يخونا ملسيزر ليو حطويم اينيتن كابينيتن تبلت عينيتن ندليتن تقومحن هاجرة بمنطر متكلات بريكس بقعتن أقداسيتنيا أتزل على السرح تحتتيوم بمنطر زي نيرترا بخمين تمتام سلمنتاي أبزبلت أولا زي سفرت هاجر نموخان بغيعا كمل الزلو حتيوم كمناتي مرداتان كابزلني عقور أفلتون تبقيسة نتحقيق قلت انكالخو إيرترا نقبال النت بريكس تهانديدا حتو كتقربيا أبزبل مدمدم تايبتحن من الباشون كم تنكالوت هاجرات نقبال النت ألبا مغرب أيكد ليان ونيوم بأنصارو بزي ترطر إيرترا نبريكس نخط زنبر ناي كبري إدميو كغرب اللام كم تيندو بأفريقيا كم ستوها بعدل بريكس ناب أفريقيا مأتوي أفدقه سلزدلي بدو بأفريقيا أبلوم نابزدلي وان خوكو عزو كم مسقاقر الدل كتك أمولا بكالا أي درجة رما زعبي كنت أباسل إتونن يوم نابريكس أنبيرو مام. But here is Eritrea. It is not among the largest economies.
It is not even the most populous, country in Africa. It even doesn't have a population which gives a numerical advantage in terms of the marketability, talk of business, perhaps the business arm of BRICS. So what would interest the BRICS in having Eritrea as a member as one of their members? This is an interesting question, Male, and I'm going to tackle it from two perspectives. Other countries, their chances to join the BRICS can be judged on the basis of their GDP, their economy. It can be judged on the basis of their population. For example, others have looked at Nigeria, looked at Ethiopia, looked at Egypt. ناب إيرترا مس إنملس إيرترا بقطبا كمتن عبيتي هاجرات أفريقيا يكونتن بمنطر نقدن وفرن إيرترا زلوا بسح حزبي كندوس حبي كونان أمو إذا خلوا أبتن كالوت هاجرات أفريقيا زلوا بلجاتات أب إيرترا كابزي هالوا نقبلت هاجرات بريكس ناب إيرترا نخك ألبازا جددن كونتات دقة انت يوم برقت أزي أقداس حتى يوم بوجني كم تمرمري تنتنن أنقاقحن بان أفريكانيست كلتا مرتعتات اللونيم قدامي هاجرات نابريكس نمت انبار اتعدلهم بوهلو العمتاوي اتاويين بقطباوي معباليين بزح حزبي بجيوغرافياوي أقداسنت بزا مثلو نتبتات زلو ربحا بقدام النت يسرعم نقابلنت كم نيجيريا، جبسي، سعودية، إيران، إماراتس، إثيوبيا وزتن زعمسل هاجرات بمنصر أقدم الزرزر قوة مع كنيتات كتمتون يمزك أدادمهم أزدما نبريكس أزيو يقدس مستن كارؤت أقدمن تتراني فنزل لوا هاجرات نمود دار سلزر بحان زخصبان بمنصر إيرترا إزي أيسر رحنيو إزناتي نايلامبرت إيبيتو أتأمامتان مردعتانيو Ezi nabtakal ay netbi wasdanam. The aspect of the leader of the country. Do not forget, the BRICS is at a formative stage. The BRICS is at a level where it is still being birthed, and therefore it desires a kind of arrangement where the right leadership is in it. So I think the biggest and the first quality that's going to have Eritrea limited into BRICS is going to be the quality of its leader, the track record of the president of Eritrea. And I think they're going to be looking at that. I began by saying that if you look at the politics of Eritrea straight from independence, Eritrea presents the kind of politics, the kind of economic policies around which the BRICS as an alliance is actually founded. You look at the policies of multipolarity. You look at its quest for self-reliance over the years. And what makes Eritrea a very interesting example, and why I think that the BRICS leadership is going to be very interested in bringing in the president of Eritrea to be part of this alliance, is because President Isaias didn't just wake up yesterday. If you go back 30 years ago, the man's ideas of self-reliance, the man's ideas of multipolarity began straight from the day that Eritrea gained its independence as a country. You will remember, about 2-3 years later, Eritrea began to refuse food aid, for example, from entering its country. أزدما نأرأيا أتمامتان أكايدان ركيع طباب مريحنت مالت leadership وستنام. بريكس يبقى سيزلهم سلازخانة بريكس لعلى كله بقدام النت أو دابايز تقلب نتحق أنيا قنعون لبامن أمرار حيوز مرد سلازي إيرترا أبريكس بقبال النت نخط حواس كاب اتتقلب اللوك أندرا وحن بلجان بلوص النت مراحي منقست إيرترا يوم ندحري تملسنا نبوليتيكاوي قعزو هزبي إيرترا مس أن ذكر ناس النت نممتع زحلفو مسكدل مس أن تنتن إيرترا أبوليتيكا أبقطبا رأس خامخال أبزولون كالوتن زتختلتو بوليسي نترك تالبي مرحتي بريكس زمتنيوم إيرترا أبوز حق أتراوي زلوا أتمامتان أنتفاتو تقعزلو زلا بوليسن إيرترا أبرأس خامخال كابتت أباينت حرام وخان إنا بلس تقعزتلو معرفات نمرحت بريكس زمحل الفوم الأختي تبعاتن جقننتن مرحت إيرترا يوم بريزيدنت إسياس كم تون تمالي استبرابرو مرحتي كونان ندحري 3 عمتات انت تقعيسكم ناي بريزيدنت إسياس متكل رأس خامخ عليخون بزحك أتراوي أوداد بعالمنا شو جميرو استنطبارغة بخلا الزراربا نلعلي 3 عمتات غط اليوم إيرترا كم جميرا اخلا رديئت عيد لينن اي قبلن زبلا منقستي تونن هاجرام نزي إز مسكرلا زلخم. That President Isaias was able to see the events that are taking place at this moment 30 years ago. President Isaias was able to predict that at some certain point in time,
the world would begin to revolt against hegemonistic powers, and they would begin to see different centers of power emerging. And he knew that if I can only hold on up to that time, then a time will come, despite the sanctions, despite the rapprochement, despite what I'm going to suffer as an individual president and as a country, in the next 20, 30 years, we are going to see a multipolar world. And in that multipolar world, Eritrea, with its long-standing insistence on its sovereignty, will be a key player. And that's why we are seeing recently, of course, he visited China, he visited Russia. You begin to see that President Isaias is playing a central role in a multipolar world. And for me, this is important for BRICS. Why? BRICS is at a formative stage. And being at a formative stage, BRICS needs leaders with foresight. Leaders who are able to see into the future. Leaders who are able to predict what will happen in the next 10, 20 years. So, at a personal level, President Isaias has a kind of prophetic insight that could be very significant and important for BRICS. You know, the emergence of BRICS, of course, offers a challenge to other alliances. President Isaias ነገራት ተቀዲሙ ናይ ምትንታን ክእለትን ብቕዓትን ስለ ዘለዎ ነዚ ሕጂ ኣብ ብሪክስ ይኹን ኣብ ዓለም ዝረአ ዘሎ ሓቅታት ቅድሚ 20 ዓመታት እዩ ኣተንቢህዎም ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ቅድሚ 20 ዓመታት ብንጹር ከም ዘቐመጦ ዓለምና አንጻር ዞም ሓይልታት ገብት ዝመት ከም ዝለዓል ገሊጽዎ ነይሮም እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሪክስ ይኹን ካልእናቱ መርኣያ እዩ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እተሽዑ ማለት ቅድሚ 20 ዓመታት ከምኡ ብምባሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቡን ሃገሩን ዘጋጥሞን ዘኽፍሎን ዋጋ መንባሩ ኣይሰሓቶን ኮይኑ ግን ኣይተዳህለሉን ግዲ ሃበሉን ኤርትራ ንምዝሐ ቀጥራዊ ስርዓታት ህላውን ኣገዳስነትን ብዝለዓለ ዝተቃለሰትሉ ነፍስ ወከፍ ሃገር ከም እትረብሕ ንዝነበረ ትጽቢት ብምንጻር እዩ እዚ ትማሊ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ኣብ ቻይናን ሩስያን ዘካይዱ ዑደት صنع مرقتي وزولدون زرقاقتون حقيهم نعي كم لامبرت إبيتو أزي أكايدان أتحزا قدياتن بريزيدنت إسياس أفوركي أزيوا قداسيوم مخنياتو بريكس يبقاسيو زلوم سلازوخنا بريكس بالحقيقة أمرون أتحساسبان زوننو مراحتي الليولوم نمسائي بزقبا أستنتنو مسهلون مسعن اندازامدو زسرحون زسرحون مراحتي يقدسوهم نمتاي 10 ዓመታት ንዘጋጥም ዝትንበዩ ዘመላኽቱ መራሕቲ የድልይዎም ስለዚ ከም ሰብ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ እቲ ነዚ ጥበብ ዝውንን ፍሉይ ክእለት ዘለዎ ሰብ እዩ እዚ ድማ ተጠላቢ ይገብሮም نتي أبد تحسسبا مرحي روسيا بريزيدنت فلاديمير بوتين كمون نتي أبد تحسسبا بريزيدنت شي جين بينغ نا تشاينا زلوزن تبارك خون قدنيم President of Eritrea, considering his history, considering his track record, considering his commitment to multipolarity, considering his perseverance and resistance to the hegemonistic powers that have sought to subdue not just Eritrea but any country that seeks to diverge from their ambitions. Considering that track record, I think that it presents a very interesting, kind of leadership that would be very significant for BRICS. And I think those at the BRICS will be looking at that this man can provide an example that can provide experience and the leadership and of course the foresight that they will need going forward. Capital ويولول عمتاوي آتاوي بزي قدس بريكس نابزل على ترزي أوداد بامسجارو سلازي ترفو نتاريخ بريزيدنت إسياس أبقمت بزأتوا كم رحين استد أوتو ترى بمذكر عبلع لي حزبون هاجرون نستوسد سقمتات أم برعن استد أوتو تران زنبرو أوتاوي جدا بمتنتان نهنسات بوزحك أتراوي سرعتات زس أنا حنزلون توفينت بزقباء بمردايوم أتومنا علم ناس قبت واحيلتات معراب أمريكان قبل حزبون هاجرون نزم حلالفو أجدا بزقبة تتصاورون تقاط أطيرون نناي وكلنا كينات بعوز زازمو نبزي إن ركب له درجات تتجاجر مرح مخانو نبريكس زل على هيابي أنت تبعله أي تجاننان
President Ertra Dmaiu Nebrikis Nabraiu Nimipsah Zihegzom. It takes us back to the kind of leadership and the kind of foresight of President Isaias. Like I said, he's able to look so much always to the future. The thing about President Isaias, for those who have followed his politics so well, he does not jump into things. He wants a certain level of guarantee. And I think that President Isaias is still trying to dilly-dally a bit on expressing any personal interest to join this. And also, he's a man of impact. He doesn't want to just join and become a member. And I know that to apply means that you are mostly looking at the benefits that can be gained from the alliance. President Isaias may not have been among the founders of this, and of course Eritrea isn't among the founding countries. But I think that to become part of it, President Isaias would want to have an impact, which is beyond just adding to the GDP of this. One of the reasons why Eritrea and President Isaias are holding back. Like I told you, that a thing about President Isaias is ability to foresee into the future. It's not, you remember, even Eritrea's membership of other organizations, it's recorded, President Isaias has been able to withdraw. At the beginning, by the way, he even had issues with the African Union. You know, he always thought that these organizations are not sufficiently independent enough for him to be a member of. They weren't sufficiently independent enough for him and his country, Eritrea, to be members of. Like I said, Eritrea, under the guidance of President Isaias. President Isaias Afwerki, at Sanat, Nitsurnet, Amerget Uzel Wazita Walnet, Abat Hasasba, China and Russian Zent for Meseret, Bagalilu Zir and Skillet and Iconan. President Isaias, Mengaduz Fellet, Abhant Ewan, Nicoletta Messanakhalat, Bainia Bellaysinia Bellayzinater. أب حدا نجار إدوك أرم محواسو كابيتا بجسو نابي يبتصح أقدمو زتنتنن وحسن نزن برالون ناب حدا متأخب أرم متأمبارو أقدمو كابتي متأخب نزركب قوتاوي التاوز فلتن نطر مرقت إزوننن بريزيدنت يوم بريزيدنت إسياس أفوركي بزعبة حبرة أفريقيا إيجاد ودب حبرة حاجرات أوروبا وحبرة نزع مسلا ودباتن كالوتن كميزة أمثلة ودباتن كميزة أمثلة من محياشات كجبرة اللوان بتخطط علي بزي سكفتا بزهبو حسابات زفلت انزذكرن مراحيهم هند فيلو ويجيرون ويلوز عطون إدوز حوسن ونايكونان بزعبانات انت نايتنز تغسكوان ودبات كي ترفه بغض علي حتو زغربيهم بريكس ون بتماساسالي زحيلن كابتوم كالوت ودبات زتماهرن أمونغوتن مسرتي حاجرات فقرن سنيتن زنصبارقلو فلليات بالزبز وقدلو متفنانن مجررامن بايتا زي رخبلو نخونلو يدليتم أنا كم لامبرت إيبيتو نسو بزلو تمكرو سلوا فتاري أبز وصلو السانيتات أبنتاوي سلازوخانة مرحتي بريكس نزناي بريزيدنت إسياس أفورك إتوهبو كتك أمالو ألواني زبل نتي بريكس زعمنلو متكلات معرنات متكلات حبراوي معبالة متكلات حبراوي هنساتن زعمسلو كالوتن إيرتراوين نويح زتقالستلون حجون أبها قران اتخطلو متكلات محبراو فتحي سلازم مساسلن زوهادن إيرترا نلعلي 3 عامتات تقوعزتلو مرحا قدنا أتطبقا كتقالسلو أم. But that's not the only reason. Also the potential of Eritrea. You know, in terms of its geostrategic location at the horn of Africa. President Isaias has also shown a level of dependence. And you know, so much about Eritrea is not known. But the potential of Eritrea to contribute even economically is significant. We may not have to look at it in terms of its GDP, but we have to look at it in terms of the potential to grow its GDP, given the right circumstances. One of the reasons the GDP and the economy of Eritrea is not performing at its best has been the blockade, that has been made on the country straight from around I think 1999. When sanctions were put on the country and the demonization of the country among Western partners. But the potential to grow. For any country to grow, it begins from its laws, the policies of that country. And I think looking at Eritrea as a country, the policy framework is the right one. The insistence on self-reliance is the correct one. The insistence on mutually beneficial relationships is the right policy. The discipline of Eritreans as people is another one. If you look at among the most hardworking people within the continent, it's Eritreans. You cannot have managed to have Eritrea today if it wasn't for the national discipline
of the people of Eritrea. So the human resource in Eritrea is very, very significant. What this human resource needs is a little bit of an alliance with the countries that are willing to operate on base of respect. بزي كازي تبعاً بسول المريحنات إيرترا أبقرنا أفريقيا أتوننو جيوبوليتيكاوي استراتيجي كمون إيرترا أتوننو بحرياوي تسقى هزبا بغللو زحلفا يكونان إيرترا لومي كمتن بريكس زتحوسا أب عمتاوي آتاوي إنن أب بانكتات زخزنو حابتن زمكحا حاقرات أيتخون صباح جن نتبهرياوي تسقاتاتا مسريحة نبزلع على عمتاوي آتاوي زمزنلو معرفات كم التسقاقرو زتقرات ريلبون نيرترا نابزي اتركبلو تحت قطباوي درجة زوردة أتي كابسحن شعتم يتنتيس عن شوعتن جميرو قبل لي أستأوج كويناتن كاب كل التشحن شعتن جميرو قبل لي أصنع أجدا مخانون كنذكرون كنسمرلون يدليم بزي كازون نهزبن منقصن إيرترا نمسيتان انتاي زيناون بروباغانداون سرح زي تسالتم إيرترا نتصرن قلوصن ناير إسخامخ المسرت أنت إفان حانت إسان سلستوعزت نخلهم سلعتا آمبركي خبرديهاتهم إيرترا مسكالوت حاجرات اتقبرو زخونا عين تركب عبحد حداوي مكببارن بحبراوي من قد معبالة بحبار مسقوا منيم سنة مكبارن ديسيبلينن حزب إيرترا بغالا زقلت أيكونان حزب إيرترا سرح يفكرن يخبرنيو حزب إيرترا أبقود هاجرو وقعدا غازي يفكر حزبيوم بمن كدي هاجراوي أقلقلو زسلت أنا نستخصكوسن حزبيوم تركتا لبي مراحتو زسمعن زفلت أن حزبيوم منقسي إيرترا كاب حزبو زحبقو زبقو زسرقو ويزت أفافقو يبلون تمرتي بناتا حكمنا بناتا مقوعازيا بسماو كفليت النهابة كل من السيف التزخ عبتلو عودتات الناودبة عب إيرترا لومي دارقا ما هي من الزيت فأيلن أبزبها للو معرفات هوز السقاقر بريزيدنت يزلوهم إيرتراوان. Why all of a sudden are we seeing him giving interviews to the media? Why all of a sudden are we seeing him going to Russia and signing contracts? Why all of a sudden are we seeing him going to China and signing, business contracts? Why all of a sudden are we seeing him going to South Africa, accepting the invitation to go and be part of this alliance? Because he has noticed an opportunity. He has realized that there is now, a broadening of power centers outside those who are disenfranchised and try to bedevil and sanction and subjugate Eritrea. So, if he can be able to leverage these opportunities, then we see Eritrea, the human resources there, the national side in terms of the kind of development that should be pursued is well entrenched in Eritrea. And I think this is what still within the BRICS alliance we'll be looking at. Because some countries have had all the critical factors you need, all the friendships, all the IMF loans, all the World Bank loans, all the kind of pacts from the West, and they still have a GDP that's not really so much better than Eritrea. What half of Eritrea that has been under sanctions? Now, Russia, China, Brazil, these countries know that Eritrea as a country has all the critical factors, the human resource, it has the natural resources that are still unbroken. If they can align and be able to give opportunities to this country, it is going to boost it up in terms of the GDP. And so from an economic perspective, they will still benefit from the big GDP. They will still benefit from the human resource, benefit from the resources of Eritrea. And above else, I mentioned this, although I didn't speak much about it, the geopolitical location of Eritrea at the Horn of Africa next to the Red Sea. This again is a matter that is very significant. It is strategic that they will not just want any country anywhere. The positioning of Eritrea at the Horn of Africa, particularly where it's located, is very significant in maritime politics. مسخلو أقدي من زرزركو أول حجرات بريكس مس إيرترا مزتصقعو يخس بومبر أي كسرون إيرترا تركبلو جيوبوليتيكاوي أقداسنت جماجم كأيح بحرم بابي المندبن بقليلو زت أمتى يكونان ترى إيرترا أبزوباك أرنا أفريقيا أبوليتيكا بحري ماريتاين بوليتيكس نسلم الزراب تزريبو زحلة فيكونان نازي بزلع عليهم زت أمتوو أتوم رأس حيالا أبلت بريكس أتعزيو زجرم
نتي إيرترا قرم 30 عامات نزكايدتو قالسيوم هاجرات معرب أفريقيا ألومي بزلع على جميرو منزقوها هروان زلو أتي أبلع لي إيرترا تأوج إجدا إنه لومي نبزن هاجرات معرب أفريقيا يأوج اللهم إيرترا نحن تخلقتون تخون نأجدا إيده هبتن بصنعات مكيتاتون تمكتون علام هاجرات بريكس نتخمزز أمثلك إياز فتأمام مرحي كقدسولون كبهجوون قد النتيو أما عبالي بريكس ترى مريح النت قدم خلص للزراع بريزيدنت دوب أفريقيا نلعلي سوسان تشعتن استفلالي أمرحتي هاجرات أدمي ولا كو أنت قربه أتي أبزخون قداي طبلق وي هاند فيلوزي أتو بريزيدنت إسياس أفورقي دحريناي تشاينان روسيان عدوتونا وعلى بريكس مستطافو مزتفلالي أمرخي ببوزهانة هاجرات سفحك على محتت مكيادو ولا كو كله أي قلت مسمرحتي روسيان تشاينان زكايدو زررب أتن العلي 3 عامات زتقالسلون زتتصبيون تجبار بوزحك أسراوي سرعة محدرة ملكو عنا حازم مقعزو ناتو أبركتو كم زلو كسمر اللي يقبع بريكس كمتهم مايكروفون أبستغرب اللهم زج الروحو جنك أنا يتيزبل وفرق وزي تكبروا مرحتي زت أنا حبها لي أيكونن مرجعهم انتاي أبي معاس بخميك بهالا لون زبلو حتوتات حاسيبهم زملشو مرحتي زقدسوام قال مرحتي لومي بزعبا بان افريكانيزم يمدروم صباح سراويتهم نابزي تدلي أكبابي كوافرو تعزب ازي امنغو تمدرون تتكبرون زلو قرجت اب تعزب تيوزو دغاكام اب إيرترا ازي يلن نتقعيتن جبجبان تباهيلو بمرحتهم زقبر مدر يخون نتكالات ميديا زوها بحبريتا يلن إيرترا أب تحت إجدا إن كان لازهانة التوتك لا تعنا تمرتن كالئن كاب أفريقيا زبلت أن توادرنيو أتينا بكم زز أمثلة وزي الزبس حمراحي كاب زيت أم زربا سرح زقدم يوم سلازي دما إيه أنا إيرترا نبريكس أقداسي تهاجريا بمبال زت أحفكن زتنتنكن